الحدا غالي ويعلم ربنا بالحال والله. هو الحمد لله يعني هنعمل ايه طيب. شايف نسبة الإقبال عندك شديدة ولا ضعيفة ولا إيه؟ الاقبال تعبانه خالص السنه دي، مش عارف انا فيها والله. الإقبال ضعيف جدا 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 عن كل سنة، والأسعار غالية أوي أوي فعلا. طب بالنسبة للكميات؟ كميات اللي كنا بنعملها الأول لا دلوقتي قلت كتير أوي، قلت عن كل سنة كتير يعني. لكن الحمد لله برضه ربنا يفكها ومش هينسى حد إن شاء الله، لأن ده موسم وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه نجيب كحك العيد ان شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله. طب اللي أنت شايف الكحك الكميات اللي أنت هتجيبها السنة زي الكميات اللي بتاع السنة اللي فاتت؟ والله كله بيجيب على حسب طاقته، وفي اللي بيجيب اقل وفي اللي بيجيب اكتر حسب طاقته، على حسب ما بيستطيع، وفي اللي ما يجيبش. بص حضرتك لما تسالني على كحك العيد هقول لك ان انا هنزل اجيب 3 كحكايات بالظبط، واحده لمراتي وواحده لامي وواحده اعلقها في النجفه، كل العيله هتبص عليها، لان فعلا احنا ما معناش فلوس. الكحك النهارده حضرتك بيعدي ال 180 جنيه، بيعدي الكيلو 85 جنيه. احنا لو هنقدر نجيب كيلو كحك هبقى بكدب عليك، لا ده انا اروح اجيب كيلو لحم افضل اللي هي ب 95 جنيه النهارده. عيالي عملوا 3 صواني، 3 صواني كعك وبسكوت وغريبه وكنافه. معلش ما زيادة الأسعار، كل حاجة زيادة الأسعار أكتر حاجة، يعني كل حاجة زادت. فاللي هيعمل مثلا اللي عمل السنة اللي فاتت 5 كيلو هيعمل السنة دي مثلا كيلو 2 كيلو بالكتير قوي. من فين كحك العيد؟ من فين؟ فين كحك العيد؟ يعني فيش سيولة، لسه بنحاول ندبر المبلغ يعني. لسه ما بطش. أنت شايف كحك العيد السنة دي عليه إقبال شديد من المواطنين ولا؟ لا ما أعتقدش طبعا. أنا شايف الكيلو دلوقتي في المترو وأنا طالع ب 53 جنيه. إيه اللي مأخرك كده يا حاج؟ والله الظروف. أنت هتجيب كمية قد إيه؟ اجيب يعني اللي نقدر عليه بنخبزونا احنا في الصعيد.